السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم نهار جديد، فيديو جديد. غنشارك معكم بيتزا ديالنا ان شاء الله، كنتمنى تعجبكم، مختلفه على البيتزات اللي كنديروا. اول حاجه عندنا شويه الزعتره، كدا يدير الزعتره ولا الزعتره، المهم عندنا هنا الزعتره لقيناها. عندنا واحد نص كاس ديال زيت الزيتون. البيتزا ديالنا صحيه. عندنا واحد ضمن مسوس، عندنا واحد العاشق ديال العسل اللي باغي يدير سنيده يديرها. عندنا خميره ديال العجينه. غنخلط المكونات ديالنا. عندنا واحد نص لتر الحليب باش نعجنوها. البيتزا ديالنا اقتصاديه وكتجي صحيه زوينه. ها نتوما تبعوا خطوات التحضيرات من الاول حتى التالي. نديروا واحد العشق صغيور ديال الخل باش تجي هشيشه. عندنا جوج بابن ديال الدقيق ابيض وديال القمح. عندنا واحد القطعه ديال الفرماج باش تعطيها الهشاشه. ومن بعد نديرو الملح، نخلطو العجينه ديالنا. الحليب دفينا، ما سخون بزاف ما بارد بزاف. دابا الحال سخون دغيا غادي يخمر. السر ديال هاد العجينه انا ندلكوها، نعاود ندلكوها حتى ترتاح ثاني، نعاود شويه ندلكوها عاوتاني حتى شي 3 المرات، نعاودو ندلكوها نخليوها ترتاح، نعاودوها ثاني باش تجينا تشفنجيه ان شاء الله. مزيان يفتح لينا ويخمر شي شويه باش نعاودو ان شاء الله ندلكو ثاني مره. خلينا العجينه ديال البيتزا ديالنا ترتاح. دابا غادي نصوب ليه في العماره ديالها. عندنا هنايا موتزاريلا، عندنا فرماج احمر، وعندنا لبن تفيمي، عندنا لاصوص ديال المطيش نصوبو في الفران ديالنا نديروها. عندنا واحد نص كيلوغرام ديال اللبن ها هي، وشويه د الثوم هنايا، والتوابل ديال لاصوص. كاين هنا الزعتره والتحميره والبزار، شويه خرقوم، الملح على حسب الذوق. صافي غنردوها طيب. نحكو شويه الثومه، جوج دروس د الثوم نحكو، وشويه زيت الزيتون. كيجي لاصوص ديالنا هائل. غنردوها طيب وانا معاكم. نديرو الضوء اللبن ديالنا نحيدوها، نخليوها تشحر شويه، تعطي فصار كيما بغيتي تحطها بزاف الفرشوه.
نقطع هذا فيني. بعد ما قطعنا هاد المربعات نخليوها تسمر لينا العجينه تكون العجينه ديال البيتزا ديالنا واجده. ديالنا بديناها طيب ودرنا ليها شويه الزعتره وشويه الملحه وشويه البزار صافي. داكشي اللي كتحتاج ان شاء الله. من بعد طيب نحطوها تبرد لينا. ونزمتو عليها مزيان باش تخمر لينا دابا. العجينه ديالنا بسم الله. العجينه ديالي كتجي خفيفه، كتجي هاد القوام زويون. خلينا ارتاحت شويه. كتجي في هذا القوام كتجي البيتزا ديالنا زوينه اروع ما يكون. غادي نعمروها ما طيبنا ما ولدي عمرناها ساهله القضيه دغيا كمشت باش الصوت معكم كيجي خاطر زوين. بسم الله. شي هاد العمر خلينا تبرد باش ما تخسرش لينا العجينه ديالنا، تخسرش لينا البيتزا. باش درنا الفران 180 درجه يسخن دابا. غنوزع مع هاد لاصوص. نوزع عليه شويه الفرماج باش يشد لينا العماره شويه.
ولا شويه الثوم. الثوم صفيناه من الزيت. ندير بنادات. غنديرو هذا هو الاول. غادي ندير الزيتون صافي اللي جاوبها هكا. البيتزا ديالنا حتى كتجي زوينه وشكلها راسها براسها صحيه وزوينه، تجي لذيذه. من هادشي كامل كتجي مذاق اروع ما يكون. واحد كيفاش كيدير الطريقه ديالو، انا الطريقه ديالي هي هادي. دابا ما عنديش الفرماج ان شاء الله كدير نص عاد دير لي الفرماج باش ما يديرش لينا الفرماج هكا. انتما اخواتي كيف كتجي البيتزا ديالنا، كتجي زوينه. قردناها كتجي في هذا الشكل هذا. قررنا بهذا الشيء ديال الموس ديال الربيع، قسمناها ما عنديش الجراره. كتجي زوينه. البيتزا ديالنا كتجي زوينه اروع ما يكون، كتجي طيبه وزوينه شفنجيه. كنتمنى خوتي اللي تدخل عندي دير ليا جيم وما تبخلوش ليا بجيم ديالكم والتعاليق ديالكم زوينه بحالكم. وشكرا لكم وبسلامه عليكم. نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله.